تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة التعديات الواقعة بالقرب من شريط السكك الحديدية خط محطة مصر أبقير، وقامت القوات بإزالة 533 محلا بدون ترخيص، ما لاقى استحسان المواطنين. ولا تزال وزارة الداخلية مستمرة في إزالة التعديات والمخالفات التي حدثت بعد ثورة 25 من يناير. محافظة الإسكندرية شهدت أكبر حملة إزالة قامت بها القوات المسلحة ورجال الأمن المركزي لمحال تجارية مخالفة مقامة على حرم قطار أبو قير من منطقة سيدي بشر وحتى منطقة العصفرة. الحملة شارك فيها عشرات من الجرافات ومئات من الجنود والضباط للسيطرة على أعمال البلطجة التي شهدتها المنطقة بعد استغلال البلطجية لحالة الانفلات الأمنية التي أعقبت الثورة، وصارعوا بإقامة المحال على حرم القطار مستخدمين الطوبة والزلط الموضع بحرم قطار أبو قير أسفل القضبان. ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بسرقة التيار الكهربائي من الطريق العام. حملة الإزالة اشتملت على 9 مناطق، بدءا من شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر وحتى شارع المعهد الديني بمنطقة المنظرة. حملة الإزالة المكبرة هي بداية لتصحيح المسار ولإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري، ونتمنى أن تتواصل هذه الحملات في جميع أنحاء الجمهورية حتى ننتهي من مافيا الباعة الجائلين والتي انتشرت في أحياء مصر المختلفة. محمد علوي، تلفزيون المصري.